مساء الخير. في الحقيقه انا يعني والله ما كنتش ناوي اطلع لايف، الواحد مشغول جدا وفي ايام الوقت فيها ثمين جدا، لكن اتفرجت على مباراه مصر وزيمبابوي في انطلاق الكان 2025 بالمغرب. المجموعه الثانيه مباراه مصر وزيمبابوي اللي هي المفروض اسهل مباراه في مجموعتنا، احنا في المجموعه الثانيه معانا جنوب افريقيا وانجولا، اللي جنوب افريقيا كسبت النهارده انجولا قبلينا على طول بنفس النتيجه 2-1. الحقيقه مباراه منتخب مصر انا مش عارف ابقى متعصب ولا ابقى هادي ولا ابص لقدام ولا اتفائل ولا اقول اللي جاي احسن ولا اقول الحمد لله. والحمد لله طبعا على كل حال، يعني ان احنا كسبنا مباراه بفوز متعثر بريمونتادا بنكهه البريميوم ليج بمرموش بصلاح، لكن في حاجات كتيره جدا لازم نتكلم فيها وسريعا. يعني انا زي ما قلت لحضراتكم انا ما كنتش مجهز ان انا اطلع لايف، والله انا مشغول جدا جدا ما بين بقى تقفيل سنه وما بين حاجات تانيه. فالموضوع بصراحه في حاجات لازم حسن عايز اقولها. يعني بدايه التشكيل احنا كلنا شفنا كابتن حسام حسن وهو بيلعب في بطوله، في تصفيات افريقيا، في تصفيات كاس العالم، في الماتشات الوديه ما اعتمدش خالص على حسام عبد المجيد. النهارده ايه الحكمه ان انا اعتمد على حسام عبد المجيد مع ياسر ابراهيم ولاول مره الاثنين يلعبوا جنب بعض اصلا؟ دي غريبه جدا، علامه استفهام بالنسبه لي. تمام، ما عنديش خلاف على محمد هاني لان انا مش شايف له بديل في المنتخب. ما عنديش خلاف برضو على محمد حمدي لان الراجل ما تقريبا يعني فتوح برضو بعيد قوي. طيب ليه حمدي فتحي في وسط الملعب مع مروان عطيه في مباراه زيمبابوي؟ ما اعرفش، التركيبه دي ما جاتش قبل كده، ما شفناهاش قبل كده. البدايه بمرموش راس حربه وحاطط صلاح في مكانه طبعا ناحيه اليمين وحاطط تريزيجيه ناحيه الشمال، وخطه غريبه وتشكيل غريب عجيب. تمام، وامام عاشور بالتاكيد. بعد حوالي تلت ساعه، انت في اول تلت ساعه ضيعت فرص غريبه جدا. يعني ما اعرفش بقى دي رعونه مهاجمين، رعونه لعيبه، ثقه زايده، ممكن يكون استعجال، بس كان المنتخب يعني ليه شكل شويه وانت قادر توصل للجول، فبالتالي كان عندك امل. في وسط ما انت مسيطر وبتعمل كل ده فجاه بيجي فيك جول متوقع، جول يعني يخليك قاعد طول الماتش قلقان. هي اصلا اي كره بتتلعب على منتخب مصر بدفاعاته بحارس مرماه اللي هتكلم عليه كمان شويه تخليك قاعد قلقان. الكره حسام عبد المجيد اساء تقديرها تقريبا، والكره راحت للراجل لف حط رجله الشمال، الكره ضعيفه، لكن الشناوي كان طالع متقدم برده ما فردش ايده، ما خدش التراي بتاعه، هو اترمى لكن الكره راحت في الزاويه البعيده ودخل الجول. وتتقدم زيمبابوي علينا بهدف يربك الحسابات، يحطك تحت ضغط. كان واضح جدا ان حسام حسن مش حاطط السيناريو ده في دماغه، او اللعيبه ما كانتش مجهزه السيناريو ده في دماغها ان ده ممكن يحصل، وده اللي يديك احساس ان الفرقه كان عندها ثقه زايده ان احنا ننزل نكسب زيمبابوي اقل فرقه في المجموعه. ولكن زيمبابوي قدرت تحط فيك جول، ارتبكنا بعدها، ارتكبنا اخطاء كتيره جدا، ميس باسس كتيره جدا، الهجمات المرتده علينا بقينا نتضرب بسهوله قوي، اندفاع غير مبرر وغير محسوب. بتلاقي كل شويه مثلا حمدي فتحي زايد وراه مروان عطيه زايد، مع طلوع امام عاشور جوه، مع تريزيجيه جوه، مع طبعا صلاح، مع مرموش. فالحكايه بقت تحس ان في جاب كبير قوي ما بين وسط ملعبنا وخط دفاعنا اللي اصلا مش منسجم. تمام، هاني بيزيد، حمدي بيزيد، بنسيب حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم لوحدهم. الشناوي يا جماعه مهزوز، والشناوي يجب ان يعلم ان اللعب لمصلحته ده شيء خطير جدا ومش صح. انا في وجهه نظري مش بتكلم ومش هقيم تاريخ الشناوي، انا مش هعرف اقيم تاريخ حارس مرمى النادي الاهلي الاول، والراجل عمل انجازات كبيره سواء مع الاهلي او مع المنتخب، لكن الشناوي بيلعب علشان خاطر مصلحته، ده في حد ذاته كارثه. لان انت مش في نادي، انت في منتخب مصر، انت في بلد، واحنا خارجين من علقه بتاعه البطوله العربيه عشان نفس الحاجات ونروح نكررها تاني. معرفش ايه الفكره انك انت تبدا بمحمد الشناوي، جات له 3-4 كور، الثلاث اربع كور تصرف فيهم الشناوي تصرف يعني سيء جدا، تصرف حارس مرمى شاب. ده انديكيت ان الشناوي خلاص بيديكلاين، الكيرف بتاعه بينزل، ما بقاش في مستواه، ما بقاش هو الحارس اللي يديك ثقه. تمام، في واحده اللي انقذها ياسر ابراهيم، وواحده اتشاطت عليه ضعيفه جدا غيرت اتجاهها كانت هتدخل، واحده ثانيه راجعه له اترمى ما اعرفش ازاي. يعني في حاجه غلط، الشناوي في حاجه غلط، وهنا يجب على حسام حسن بقى ان هو يتحمل مسؤوليته ويحط مصلحه مصر قبل مصلحه لعيب كوره. تمام،
انا عارف ان الشناوي عايز يلعب عشان يروح كاس العالم ويبقى هو الحارس الوحيد في تاريخ مصر اللي لعب 2 كاس عالم، بس ده مصلحتك، ده مش مصلحتي انا، مش مصلحه المنتخب، فدي غلط. البدايه بحسام عبد المجيد، انا ما كنتش شايف ان حسام عبد المجيد منسجم تماما مع ياسر ابراهيم. حسام كمان بيترقص بسهوله قوي، ما اعرفش، انا بقعد اشوف في تدريبات لحسام في حاجات برايفت يعني، حسام بيترقص بسهوله جدا جدا، يمكن عشان الكور العاليه، بس انت عندك رامي ربيعه برده انت لاعب بيه كل الماتشات تقريبا. ما بقولش ان رامي ربيعه هو المدافع السوبر، لكن هو اللي جاهز، هو اللي واخد على ياسر، هو اللي عارف الموضوع ماشي ازاي. تمام. وسط ملعبك تغييره غريبه جدا لما كابتن حسام حسن راح مغير امام عاشور بعد 29 دقيقه. في الحقيقه لو التغييره دي لان مثلا امام عاشور شعره باصابه هقول لك ماشي، لو باصابه اقول لك اوكي، لكن لو هو طلع امام عاشور عشان انا عايز انزل مصطفى محمد والعب براس حربه، انا مش فاهم الفلسفه دي بصراحه. يعني ليه منتخب زيمبابوي اصلا بعد الجول راح راجع كله ركن الاتوبيس ورا، ما فيش اي حاجه، فانت كانت اتنين في وسط الملعب اللي هم حمدي ومروان كتير قوي. تمام. كنت ممكن تستغنى عن حمدي، انا كنت شايف ان حمدي قليل قوي قوي، انا عارف ان انت طلعت مروان عشان خاطر الانذار، كنت خايف عليه من الانذار. تمام. لكن فكره ان انت بتسيب حمدي فتحي في المباراه، حمدي كان ضعيف جدا، اشتراكاته ضعيفه قوي، ارتداده او الاستحواذ على الكوره بتاعه ضعيف، ما كانش فيه حتى تكمله هجوميه، انا ما اعرفش ايه الفلسفه. فخرج امام عاشور، لو مش مصاب زي ما انا قلت، انا عندي اعتراض على التغيير ده. تمام. نزل مصطفى محمد، تحرر مرموش، بقى مرموش هو اللي بينزل يستلم ويلاعب الناس. مرموش عنده سنه انانيه برضو، يعني شبه تريزيجيه شويه، وان كان تريزيجيه النهارده ما بانش، يمكن تريزيجيه كمل على الجول، دخل حاول قدر، لكن في الاخر تريزيجيه ما كانش برضو افكتيف قوي. فما اعرفش، يمكن ما اعرفش فيه ايه، اللعيبه بتحس ان هم رجليهم فيها تقل، ميس باص كتير جدا، مش عارفين نباصي كور، بنلعب كور بنقضي، حتى محمد صلاح بيلعب كور في الباصه القريبه اللي هي اللي جنبه دي بيلعبها وحشه قوي، طويله على هاني بيمزقه بتطلع اوت. الناحيه الثانيه مرموش بيحاول يعدي من 3، ليه مش عارف، تاخير في الباص كتير جدا. بينتهي الشوط الاول وانت مغلوب 1-0، طبعا بتنزل الشوط الثاني وانت عندك ارتباك وضغط عصبي، لانك انت لازم تكسب، لان ده اصل ماتش في المجموعه، لان حسام حسن لو خسر المباراه او الثانيه هيقولوا له مع السلامه. تمام. انا مش قادر احط ايدي، هل حسام حسن عنده مشكله ولا عنده ميزه؟ مش عارف بصراحه. يعني سيبك من حوار الروح، انا بتكلم كتكتيك في الماتش، انا ما شفتش تكتيك في الماتش خالص. يعني انا شايف ان احنا بنلعب كور صريحه قوي، بنباصي كتير قوي بالعرض، ما بنضربش فرقتهم، ما فيش واحد بيعمل بينيه، التسديد من بره ال 18 تقريبا ما حدش عمله، ما فيش حاجه. يعني حتى الكور اللي بتجيلك سهوله في اهدار الفرص غريب جدا، علامه استفهام كبيره، سواء مرموش او تريزيجيه او مصطفى محمد. يعني مروان عطيه احنا ما بناخدش طبعا السكند بول نهائي، ودي كانت مديه تفوق كبير جدا لزيمبابوي، انت دخلتهم الماتش واديتهم ثقه. تمام. في الشوط الثاني بشويه تغييرات بقى، اللي هو ايه، يلا عشان نلحق شويه ننزل ابراهيم عادل، نطلع مروان عشان الانذار، بنزل زيزو، بطلع تريزيجيه اللي خلاص خلص، مفيش بعد كده، بنبتدي بقى نشوف فتوح نزل مكان حمدي عشان حمدي اتصاب، فتوح كان هيلبسنا كارثه، نفس الكره بتاعت وادي دجله مع الزمالك بيرجعها ورا، تقديره غلط للمدافع، فالراجل المهاجم خدها، الا ان احنا قدرنا نتعامل معاه ونطلعها. فانت يعني الحاجه الوحيده الكويسه في المباراه دي، تمام، ان انت كسبت، خدت ال3 بونت. اتمنى ان احنا نبني بقى، يعني انا بقول لنفسي يمكن يا اخي يكون اللي جاي ده احسن، بناخدها واحده واحده او ستيب باي ستيب يعني، والماتش الجاي نتحسن. ودينا اتفرجنا على انجولا وجنوب افريقيا النهارده، مش فرقتين كبار يعني، مش فرقتين عندهم اللي هي فاهم الشراسه، احنا بصراحه في مجموعه مريحه، فاللي هو يمكن الراجل يجي، بس انا بصراحه مش حاسس، يعني مش حاسس بده. ليه؟ لان انا شايف مجامله في التشكيل، تغييرات غريبه في التشكيل. انا شايف ان الشناوي لازم يقعد، سواء تعتمد على احمد الشناوي او تعتمد على مصطفى شوبير، لان الشناوي خد فرص كتيره جدا، واخطائه في اخر 5-6 ماتشات مع الاهلي ومنتخب مصر كارثيه، وموديانا في حته اهتزاز وعدم ثقه. وانا شايف ان ممكن لو قعدته تحميه، لكن انت ممكن تخسر بسبب ان انت مصر على ان انت تلعب محمد الشناوي. انا راجل بحب محمد الشناوي، بس شايف ان مستواه لا يؤهله حاليا ان هو يكون حارس مرمى منتخب مصر الاول والاساسي. لكن في النهايه خدنا 3 بونت. مرموش عمل شوط تاني كويس جدا، ساعد كتير. ابراهيم عادل كان اناني قوي برده، بينزل عنده تفكيرات غريبه، عايز يعدي من وسط 2 و3، ما بنلعبش الكره السريعه. زيزو بياخد الكره، هاني يفتح له، طب حطها لهاني، يفضل زيزو ماشي، وبعدين يقرب يحطها لهاني، فالمسافه اللي هاني محتاجها عشان يرفع فيها الاوفر تضيق، فنقوم واقفين راجعين ورا، فيعني بنقعد ندور كره كتير جدا. هي دي بقى مشكلتي مع تكتيك حسام حسن والتكنيكال بتاع اللعيبه او الفنيات بتاعت اللعيبه. انا حاسس ان منتخب مصر ما عندوش
الحته دي اللي هي نلعب بسرعه ونباصي بسرعه ونضرب سبرنتات في شورت سبرنت، فواحد يعمل بينيه فنشوط من بره ال 18. حتى الكورنرات بنلعبها بطريقه كلاسيك قوي على القريبه، واحد يطلع يلمسها. دي خلصت من ايام اشرف قاسم لما كان بيطلع يعملها ويطلع ايام منصور يحطها. خلصت قوي القصه دي يا جماعه، تمام. لكن في النهايه النقطه الايجابيه ان منتخب مصر اولا كسب ال3 بونت ودخل مع جنوب افريقيا اول مجموعه، تمام. ان صلاح سجل اخيرا وتخلص من الحاله النفسيه بتاعت ليفربول، ان مرموش سجل اخيرا وتخلص من الحاله اللي هو بيقعد فيها في مانشستر سيتي مع جوارديولا. اتمنى المباراه الجايه تكون فيها تحسن احسن للمنتخب وربنا يكرمنا. البطولات دي يا جماعه ما بتتاخدش من اول ماتش، بس انت بتبني عليه لقدام. يعني احنا مع كيروش اخر بطوله صعدنا فيها للنهائي، اتغلبنا اول مباراه قدام نيجيريا وبعدين صعدنا للنهائي. لكن انا مش عارف هو المنتخب بيلعب كره هجوميه بيلعب كره دفاعيه بنعمل ايه، ما اعرفش. تغييرات كانت غريبه شويه. اتمنى كابتن حسام حسن يتدارك الموقف ويفكوا شويه من قصه انا لو اتغلبت هطلع. القصه دي يمكن هي اللي عامله الازمه. انا مره ثانيه بعتذر اني بتكلم بسرعه قوي، لكن انا والله مشغول جدا جدا. انا خطفت اللايف ده يعني يمكن في وسط حاجات كتير جدا لازم اخلصها، تمام. وان شاء الله الايام الجايه تكون خير. ما اعرفش انا يمكن ما اقدرش اتابع بطوله افريقيا حتى الماتشات الجايه لان هيكون عندي يعني ظرف كده ان شاء الله سعيد. فيعني ربنا يكرم. اتمنى المنتخب يعمل احسن من كده ونوصل لابعد مرحله وننبسط والناس يبقى عندها ثقه اكتر. كنت سعيد جدا ان انا كنت معاكم، هتوحشوني واشوفكم على خير. تصبحوا على خير.